عمرك سألت نفسك ليه صوت المكنسة الكهربائية عالي أوي مع إنها ممكن تبقى هادية جدا؟ في الجورنال اوف كونسيومر ريسيرش الباحثين لقوا إن المستهلكين بيربطوا من غير ما ياخدوا بالهم تماما بين الصوت العالي والقوة، فمجرد ما المكنسة بتشتغل وتبدأ تطلع صوت عالي دماغك بتفهم إن الجهاز ده قوي جدا حتى لو كان الأداء عادي جدا. الظاهرة دي اسمها سنسيشن ترانسفيرنس، يعني الإحساس اللي بيجي من خارج المنتج زي صوته أو شكله أو حتى وزنه بيتحول في دماغك لمعيار للحكم على جودته. وعلشان كده كمان شركات الوصفات الغذائية بتسيب صوت التكه اول ما تفتح العلبه عشان يخليك تحس بالانتعاش قبل حتى ما تدوب، او زي صوت الطقطقه اول ما بتكسر حته شوكولاته فبيخليك تربط الطعم بالاحساس بالجوده. في الناحيه التانيه العربيات الفخمه عكس كده تماما، الموتور ملوش صوت، الباب بيقفل بنعومه، لان الهدوء هنا بقى رمز للفخار. حتى في التكنولوجيا بيضيفوا صوت للكاميرا مثلا وهي بتصورك علشان تحس ان في قوه او في واقعيه، رغم انه ممكن يشتغل من غيرهم تماما. يعني سواء في دوشه او صمت، سواء في احساس تقيل او خفيف، كل ده معمول مخصوص علشان يوجهوا احسان بالمنتج. سلام.